ما شاء الله القطط على الأرض كبروا. ما شاء الله. الله أكبر الله أكبر. اللهم صل عليك يا نبي. مبروك علينا الحمد لله يا رب. مبروك علينا يا رب. الحمد لله. شكرا حلو علينا. أيوة طبعا. يا بوسي يا بوسي مبروك علينا. مبروك علينا. طيب الحمد لله. فضل من الله ونعمة. مبروك علينا النهارده يوم يا جماعة، يوم للتاريخ بصراحة. الحمد لله يا رب. اللهم صل على النبي يا رب. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله. يعني ميلاد النهارده يعني اللهم صل على النبي. الجدي والخروف. شايفين كده الخروف شكله كيوت وجميل ولذيذ ورائع. أمه حوالينه يعني للتاريخ يا جماعة. الحمد لله يا رب. الحمد لله. طبعا احنا عندنا هنا تحس ان الدنيا كأنك قاعد في مكان تاني. شايف القطط الحلوين كده قاعدين مع بعض. ما شاء الله ما شاء الله. يا بوسي بوسي بس يا بوسي عامله ايه؟ دي طبعا انا جبتها معانا من البيت علشان تبقى موجوده يا جماعه معانا في الجبل. زي ما انتم شايفين كده رائعه وجميله يعني ولادها كده في كل حته. ما شاء الله ما شاء الله. الجديان والخرفان. احلى حاجه في الدنيا دي عالم الحيوان. احلى شيء في الدنيا اللي خلقه ربنا. الله اكبر النهارده. الله اكبر. بالنسبه لي انا بعتبره يوم للتاريخ. الخروف طبعا ربنا يا رب كرمنا كده. الوالده الجميله. ده العالم اللي الواحد عايش فيه. احلى عالم في الدنيا. احلى عالم واجمل عالم في الدنيا دي كلها اللي حضراتكم شايفينه. ده اللي حضراتكم شايفينه. طبعا يوسف ربنا كرمه وقام بدور المولد. الحمد لله. قدر ان هو يولد يا جماعه. متخصص انت ابو يوسف. لا الحمد لله متخصص في النعاد وفي الجاموس والبقر وكله يا عمي. يوسف ده خلي بالكم شريكي معايا في الارض. وادي كريم اهو زي ما انتم شايفين. كريم ده من القاهره. بس من القاهره حابب يعمل زي حالاتنا ويجي لنا. شريكنا برضو كريم انه يجي يسيب كل حاجه ويقعد في الجبل كده معانا. بس انا بقى قعدة الحبسجية خالي. قعدة الحبسجيه. احنا عندنا طرف ابن عمي ولا ايه؟ بصوا تشكيله. بصوا تشكيله رائعه جدا من الحيوان. قطط على كلاب بره. تمام. قطط على كلاب بره. دي طبعا الزريبه اللي احنا موجودين فيها. دي الزريبه الميه يعني. نخرج كده نشوف كمان الكلاب. ده مشمش. ده حارس المزرعة الأمين. حارس المزرعة الأمين. الكلب ده يا جماعة نط الديب. كلب نط الديب إنما مجرم. زي ما أنت شايف بيعمل إيه بأسنانه. شايفين شايفين. لكن عند أيمن السلحدار يعشقه يعشقه. ما بيولفش على حد يا جماعة الكلب ده بسهولة. لكن مع العبد لله زي ما انتم شايفين كده. تعالى يا مشمش. زي ما انتم شايفين ولف على العبد لله والحمد لله. الحيوان يا جماعة بيحس بالحب. الحيوان صح يا مشمش. عندك اي رأي سياسي او عندك اي حاجة. انا عايز اقول لك انت بتفهم عن ناس كتيرة جدا ما عندهمش اي اراء سياسية. يعني انا بشوفك وانت بتتعامل مع الكلبة اللي انت اصطدتها وبقت حبيبتك دي. الكلبة اللي انت اصطدتها وبقت حبيبتك. جايبها وبتراعيها وتأكلها وتشربها. تمام. وطبعا زي ما بيقول الشاعر يعني أمل دنقل يعني لأن ثوب العرس في معارض الأزياء نجمة تدور في سراب. ولم أزل أدق بابا بعد باب وخطوتي تنهيد وأعيني ضباب.
حتى بلغت غرفتي في آخر المطاف وخطتي تلد مواؤها عذاب أنثى ليلة المخاض أنثى وحيدة تلد وأخلد الجيران للسكون وقطهم يجلس في الشباك ناعس العيون يلعق عن فرائه المنقط البياض عذاب قطة المحتد سعت إليه ذات ليلة ولم تسله ثوبا للزفاف لأن ثوب العرس في معارض الأزياء نجمة تدور في سراب. حبيبي يا مشمش، حبيبي يا مبدع، جو رائع بعيدا عن الضغوط وعن الفلسفة وعن الناس المرائين وعن المنافقين وعن حاجات كبيرة كتيرة كتيرة. ادي الجبال اهي، ادي الجبال وادي الخضرة وادي الشيء الجميل. تعبنا تعب سنين. العيش اللي حضراتكم شايفينه اللي على الارض ده اللي بنظبط بيه عشان نعرش بيه نعمل تعريشة، يعني لقينا في تحتيه تعبان هناك في المنطقة اللي هناك دي، في المنطقة دي. لكن والله ثعابين الأرض أحيانا يعني بتكون أهون من بني آدمين بيعيشوا على قيد الحياة بيننا. زي ما انتم شايفين عمرنا والحمد لله، الحمد لله يا رب، الحمد لله يا رب. تحياتي لحضراتكم. ده البيت اللي احنا موجودين فيه، بنيناه بجهدنا وبعرقنا وبتعبنا. كانت عواصف ورياح وعقارب وتعابين وصقور وغربان وطريش ام جنيب اللي بتمشي على الارض. ده بصل نبتدي احنا نقول عليه ننكته يعني نبتدي نزرعه. زرعنا منه والحمد لله في الارض عندنا، يبقى كمية ممكن نزرعها. طبعا احنا ما كسبناش لسه اي حاجة وعارفين ان احنا لسه هنتعب. النعجة ولدت، النعجة ولدت، ما انا عارف. خبر سعيد والله يا خالي.